ده صوص شيدر ده بقى لسه ما خلصناه. البطه راحت في داهيه يخرب بيتك. شيدر جولة أكل الشوارع في بورسعيد. بعد تجربة محافظة إسماعيلية واسكندرية الناس اختارت محافظة بورسعيد. لو الفيديو ده عجبك وجاب لايكات كتير هنجرب في محافظات تانية. مدينة بورسعيد. دلوقتي احنا في محافظة بورسعيد، كل الناس مبسوطة هناك. جولة أكل الشوارع في المحافظة اللي بتربط العالم. بورسعيد هي أكتر من مجرد سمك. عايزين بقى نعرف ايه أحلى أكلة أنت بتعملها على العربية دي. ميكس الفراخ طبعا. ميكس الفراخ. طلبنا ميكس الفراخ على ضمانة الراجل دوت. يلا بينا. حط البطاطا الأول. هو ده الطبق اللي احنا هنجربه، هيبقى فيه فاهيتا والحاجات دي صح كده؟ هيبقى فيه كل حاجة. من كل لا مش جيم هتدرمجك. بدأنا. وجبة ميكس الفراخ 5 أنواع فراخ في الطبق، بس في الأول يحط حاجة غريبة. هي اصلا فيها توابل، يعني ليها طعم مش بطاطس بس. جامد. بعد ما بتتشوي تحط عليها بقى الزبده والصور كريم وتقلب بتبقى طعم تاني، مش طعم البطاطس المهروسه اللي احنا عارفينها يا جماعه. مش البطاطس المهروسه بتاعت الاكل الطبيعي. أول مرة نشوف الاختراع ده، بس خلينا في الأول نركز في الصوصات. ده صوص ايه ده؟ ده بيك تيستي. بيك تيستي. ماشي، ده اول صوص. ده تاني صوص ولا هو ده صوص شيدر. شيدر. شيدر بعد كده بس عليه التركايه بتاعتنا. ده باربيكيو. باربيكيو. ده اللي هو الفاهيتا بقى. مين بالكم يا جدعان من ال ده الايه؟ ده كريسبي. فاهمين يا جدعان الترتيب عامل ازاي؟ شايفينه في الفيديو عامل ازاي؟ ده الكوردون بلو. كوردون بلو. الطبق ده مجنون. بعد ال3 صوصات والفاهيتا قرر بعدها يحط كوردون بلو. بعد كده ده كريسبي. هو ده الستريبس. الفراخ ستريبس. كمل الستريبس. ده الشيش. قطع حتت صغيره عشان التتبيله توصل له، لان الفخاد بتبقى اصعب شويه من الصدور في التتبيله. في تعمل الفخاد. الفخاده يا جدعان. بعد كده الستريبس. ماشي، عشان انا لسه مش مقتنع، واكيد اللي بيتفرج لسه مش مقتنع. انت قلت فيه كام نوع فراخ؟ معلش نعد تاني عشان انا نسيت، هم كتير قوي. هو الكوردون بلو نوع. كوردون بلو. الستريبس نوع. ستريبس نوع. الفاهيتا نوع. فاهيتا. الشيش. البطنه راحت في داهيه. لسه ما خلصناش. حط ايه تاني؟ الموتزاريلا. عبد الله ما اكتفاش بالطبقات دي وقال انه لسه في طبقات تانية. الطبق ده مجنون. بعد ال3 صوصات والفاهيتا قرر بعدها يحط كوردون بلو. لا تعليق يا جماعه. خش جوه. دقيقتين بالظبط. يعني مثلا وانا في الشارع بلعب مثلا وبعمل حركات وكده. كان عايزني اصورك وانت بتعمل حركات. ايوه. تفكر اخد منك فلوس وانا صورتك؟ لا، من غير فلوس. طب تصور؟ بصور. ايوه اطلع يا باشا. بياخد تاني صوص جبنه تاني. ده ايه؟ بيك تيست تاني. طبقه تانيه. باربيكيو. بودز انت تخلي ما عندوش كرش يطلع له كرش. ده ايه؟ ده بقى رانش. رانش. الاخير احنا هندوق. وكان لازم نجرب الكنافة قبل ما نمشي. وهنقرر بضمير. في طبقات كتير يا جدعان زي ما انتم شايفين. لا لسه. بعد أول معلقة الطعم ملهلط جدا، بس كان لازم ناخد أكتر من معلقة عشان نقدر نقيم. يخرب بيته. الفكرة جت ازاي في دماغك انك تحط كل ده على بعض؟ وجبة جوسي بتغرق البق 4 أنواع صوصات و4 أنواع فراخ. $3 95 جنيه صح كده؟ كل حاجه 95 جنيه. ده رقم واحد في بورسعيد بالنسبة لي. البطاطس لوحدها طعمها خيال غير الفراخ. احييك على طعم البطاطس. وكان لازم نجرب الكنافة قبل ما نمشي. تعالى كده هادي بص. اتفضل. بس مش نابلسية، قال لنا دي طريقة تركية. عشان من نص جبنه 3 انواع جبن. يخرب بيتك انت فظيع. سلام. وقبل ما نكمل جولة أكل الشوارع بتاعتنا كان لازم نروح الجانب الآسيوي في بور فؤاد. قارة آسيا. احنا دلوقتي يا جدعان في حتة اسمها بور فؤاد. باريس الصغرى. بور فؤاد اتعملت أيام الاحتلال الفرنسي لما بنوا أكتر من فيلا عشان تشيل 800 شخص بس من العساكر الفرنسيين. كل الفيلا اللي هنا ستايل واحد، نفس الديزاين، نفس البيوت، نفس كل حاجة، نفس البلكونات، نفس الشوارع، نفس المسافة، نفس الرصف، مفيش حاجة طالعة عن حاجة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وبكده كان لازم نرجع طرح البحر عشان نجرب عربية جميلة جدا. ماما انا اعرف دلوقتي هو بيعمل ايه. ده معاه بطاطس، معاه بطاطس كل حاجة. اول حاجه حط الزبده عشان يحمص العيش. حركه جامده جدا، حركه مطاعم البرجر ما بتعملهاش ولا بتهتم بيها.
سلام على التحميصه. يعني انت في اي ساندوتش بيتطلب لازم تعمل التحميصه بالزبده اهم دي. حاجه اصلا احنا اول حاجه بنجرنش بكاتشب. بعد كده الطماطم بقى الكاتشب خس وطماطمايه واحده. اكتر الناس اللي بتعمل السماش ما بتحط الزبده، بتحط زيت. تاني خطوة بعد الزبدة السماش برجر. كشه. ايوه طبعا اللحمه دي تتبيلتك انت. دي كل حاجة. خاصه انا اللي بعملها تركيبه كده مع بعض. ايوه الورقه ايوه. ثقافة السماش دي كانت معروفة بره، ما كانتش موجودة في مصر. انا قبل ما افتح مشروعي ده اتفرجت على فيديوهات لاوروبيين كتير بيعملوا طريقه السماش. وبعد السماش برجر فاجئنا بكام حاجة سر. ده ملح وفلفل، بهارات تانية مميزه بصراحه معاه. ريحة اللحمة على النار حلوة جدا ومختلفة. يا دوب شمت النار. ده بصل معمول بطريقه كده جامده جدا. ده انت مشكلة يا مصطفى، دي خلطة سحرية ها؟ ده طبعا مش جاهز، ده انت اللي بتعمله. ودلوقتي هنخش في المرحلة التالتة. ده صوص ايه؟ ده صوص شيدر ده بقى. شيب. احنا بنبداها بقى ايه خطوه خطوه. وطبعا ده عشان طبقتين من مدخلين البزازه في النص كده على الطبقه اللي تحت. ايوه. بعد كده الباربيكيو. واهم حاجه بقى البيك تيست المدخن بتاعنا. ليك تيستي مدخن، ده مش موجود غير في ماك ده. كده الاوريجينال خلص. دول الاوريجينال. دول سعرهم كام؟ 60 جنيه. ده 60 جنيه؟ يعني دول كده 60 جنيه؟ واو. اما الاغلى واحد بكام؟ اللي هو ب 100. ده ب 95. ده ب 95؟ استنى، هو ب 60 جنيه ومعاه بطاطس. كل حاجه. يعني ب 60 جنيه ومعاه بطاطس. ما عرفتش اكله تعرفوا ان ده ميزه من مميزاته، انه فعلا كبير. يخرب بيتك. سندوتش غريب جدا. فظيع يا جدعان، انا مش هقول كلمه جوسي، يعتبر بالنسبه لي احسن ساندوتش اكلته في بورسعيد. هنجرب تاني. فاجر. بعمل حركه حلوه قوي. ده تاني؟ بقى بيك تيست بقى ده يعني ده لا حاجه يعني ايه بسيطه خالص. قرب هادي. السندوتش جامد جدا وجوسي جدا ومهضوم قوي، واللي مخلي السندوتش حلو شغف مصطفى انه عايز ينجح باي طريقه. 6 الصبح 7 الصبح من 6 دلوقتي ل 6 تاني يوم. امال ما شاء هننجح الله. ازاي وهنفتح فروعنا في العالم كله ازاي؟ ان شاء الله. بصوا يا جدعان، جايب ستاند كامل عيش. ارخص ساندوتش في المنيو عنده ب 60 جنيه، واي ساندوتش معاه بطاطس، واغلى ساندوتش اللي احنا طلبناه اللي عليه جبل موتزاريلا ب 95 جنيه بس. صراحه بسم الله ما شاء الله عليك، جوده، خامه، طريقه، ابداع. طيب بالك قد ايه هنا؟ بقالي 7 شهور. 7 سنين وناوي تكمل؟ ماما لازم تبقى فروعها في العالم. ماما. عندنا في القاهره يا جدعان داديز برجر، ودلوقتي في بورسعيد في منافس اسمه ماما. كان لازم نطلع على المكان التاني بسرعه. حتى يا جدعان هنا في طريق للعجل. انا عايز 2 انسولين 600. ده ب 35. في قشطه وشوكولاته براونيز وشوكولاته وايت وكراميل ولوتس وبسكوت لوتس وبسكوت اوريو وسوداني شوكليت شيبس. بعد القشطه بينزل بالشوكولاته وطعمها مش اوفر خالص، طعمها جامد جدا. حتى الوايت شوكليت لما جينا دقناه لوحده كان طعمه حلو وبرده مش بيتحط بطريقه اوفر. رابع طبق بينزل بطبق كراميل تاني. خامس حاجه بيحط لوتس مبشور. سادس حاجه بيحط اوريو. سابع حاجه بينزل بشوكليت طعمها مختلف عن الاولانيه. بعد كده بينزل بمكسرات. ده ايه ده بقى؟ شوكليت شيبس. الراجل ده عنده عرض يا جدعان، لو جبت سندوتشين ب 70 تاخدهم ب 50. حط يا متروشكا. هادي طرف في النافوخ. السندوتش بيموت جدا، بس احسن حاجه فيه انه مش بيجزعك وكل حاجه فيه جميله. كل الطبقات باينه. عنده باصص. وللاسف طلبوا مننا ان احنا نمسح كل حاجه من الكاميرا. في الاول ادعمونا باشتراك ويلا نكمل. امراء ملوك العالم جم في المكان دوت عشان يفتتحوا قناه السويس. فيها 3 مسارح، منصه رئيسيه للملوك والامراء، ومسرح تاني للشيوخ ورجال الدين، ومسرح التاني لرجال الدين المسيحي. حديقه فريال. امبراطورة فرنسا وجيني وامبراطور النمسا وملك المجر وولي عهد بروسيا وملوك كتير جدا كانوا هنا. صديقنا هادي هيستضيفنا في البيت اللي هنا. لولا التكييف والقعده اللي شويه دولت حرفيا كنا هموم. يلا بينا. للاسف يا شباب، اول لما رجعنا من بورفؤاد كنت بصور المعديه من تحت لقطات سينماتيك علشان ننزلها في الفيديو، وجه امين شرطه الاول قال لي ممنوع انك انت تصور في المكان دوت. قلت له ازاي؟ قال لي حضرتك لو حابب تصور اطلع فوق المعديه وصور زي كل الناس. قلت له لو انا صورت المعديه من تحت ده ممنوع؟ قال لي ممنوع. مش عارف ليه ممنوع، ده مكان سياحي، وبعدين ده انا جاي بعمل لك دعايه للمحافظه. دخلت لقيت مخبر في وشي، ومخبر بدا يسالني انا بعمل ايه، بصور فين وليه.
فهمتوا ان انا جاي اصور فيديوهات يوتيوب في المحافظه، جوله اكل الشوارع في بورسعيد، والموضوع كبر وفضلوا يفتشوا الكاميرا. للاسف الشديد اضطرينا ان هم يخلونا يجبرونا ان احنا نمسح فيديوهات اللي احنا صورناها على الموبايل عشان ننزلها لكم. دي كانت اكتر حاجه تقرف البني ادم. فانا بتاسف جدا لو الفيديو هيطلع قصير. ما تنساش بس تعملي لايك وسبسكرايب، ويا ريت تدعمونا عشان نقدر نكمل، لان احنا تعبنا جدا عشان نعمل الفيديو البسيط دوت. وحاولوا تشتركوا في القناه.